طيب عايز اتكلم عن الهدف الثاني للزمالك لان ده هدف تكتيكي بامتياز. هدف تكتيكي بامتياز. عايز قبل ما نتكلم عليه اتكلم على حاجه بسرعه. محمد صبحي النهارده في اكتر من كوره لو بتلاحظوا مش عايز يطفش الكوره، عشان الناس ملاحظه الموضوع ده ولا لا؟ في يعني تعليمات واضحه من وسوريو لصبحي انه يلعب على الارض، واضحه جدا. العب الكوره على الارض. لا طبعا دي في ماتشات معينه تبقى خطر، انا بقول لك من دلوقتي اهو دي في ماتشات معينه خطر، انا بقول لك. لكن اسوريو بالذات حتى في مباراه النهارده واخر كام مباراه حتى بيصمم ان صبحي يلعب الكره على الارض. الهدف الثاني نادي الزمالك اللي ما لاحظتش، لو حد منكم ما لاحظش يعني، الكره بدات من صبحي لغايه زيزو. الهدف الثاني باس 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 باس، الكره بدات من صبحي لزناري، الزناري الفتوح اللي عمل مراوغه رائعه وباس كده، يعني عدت كانها كوبري بين الرجلين المدافع او قصدي المهاجم بتاع المقاولين. هي التريكات كلها في فتوح. الباس بتاع فتوح ده طلع 5 لعيبه بره الجيم، 5 لعيبه بره الجيم، الاربعه اللي قدام واللعيب اللي واقف مع نضاي، لان كده كده الكره اتلعبت لنضاي، كده كده الكره دلوقتي مع نضاي. بص بقى معاك هنا، يعني هي بدات الاول يعتبر اللي عمل الفنت الصح هو فتوح، بعد كده نضاي جرى شويه بالكوره. طيب شوف بقى هنا الكوره مع نضاي، هنا بقى فكره اللامركزيه اللي في الدايره ده، اللي في الدايره اللي كان صوره اللي قبلها فتوح طبعا، اللي في الدايره دي الجزيري متطرف ناحيه اليمين. مين اللي مكانه؟ شيكابالا. طب مين اللي تحت؟ زيزو باين تحت اهو خالص ناحيه الشمال، من تحت الصوره من تحت. خش على الصوره اللي بعدها ودي اهم صوره، الكره وصلت للجزيري، طبعا باص عالمي من الجزيري، كل الكلام ده ماشي معروف. بص بقى اللي محدش خد باله برضو انا هحطه في الدايره، نضاي لما خد الكوره وباص للجزيري ما وقفش. طبعا نضاي هنا لو وقف مش هتعمل كثافه جوه ال 18. نضاي لما وقف بص على مدافعين المقاولين، بص على مدافع، بص باصين ناحيه ايه؟ باصين ناحيه الكوره وباصين ناحيه نضاي، باصين ناحيه الكوره وباصين ناحيه نضاي. ده خلى زي ما بقول لك مدافعين المقاولين يطرحوا اسئله، اضغط على مين؟ ما هو نضاي جاي بيجري طبيعي يا جماعه، طبيعي انت كده بالعقل، لعيب جاي بيجري جدا، جاي بيجري حرفيا صاروخ جاي، فطبيعي الكره هتتلعب له، فاللعيبه بصت على نضاي وبصت على الجزيري اللي هيلعب لنضاي، لكن الكره ما اتلعبتش لنضاي، اتلعبت لشيكابالا، فشيكابالا فوت الكوره وزيزو سجل الهدف الثاني نادي الزمالك. ده هدف عالمي ويدرس في اللامركزيه وفي الطلوع بالكوره وفي التعامل بذكاء من اللعيبه، من فتوح ومن نضاي ومن الجزيري ومن شيكابالا طبعا عالمي، وتسديده عالميه من افضل لاعب في الدوري المصري وافضل لاعب في مصر غصب عن اي حد، احمد السيد زيزو.